يا صباح الخير. أمس أشوف تقرير في البي بي سي، وكانوا يتكلمون عن جيرارد تحديدا، انه فاوض سانشو في آخر دقائق الميركاتو لما كان أو عند المشكلة بينه وبين تنهاخ، وكان معروض للبيع، فكان يفاوضوا يبغى إعارة. فوافقوا المان يونايتد، بس رفضوا لأن ما في إلزامية شراء في العقد، وما فيها بند إلزامية شراء بمبلغ يوصل ل 55 مليون يورو أو حاجة زي كذا. اتفاق كان يبغى إعارة وبعدين يقرر يستمر معه ولا لا. نفس الكلام على جوتا، كان يبغى الاتفاق برضو في آخر دقائق الميركاتو. وعلى طاري جوتا، التقرير كان يقول أن الصفقة ما كان القرار الأول أو الرئيسي أو اللي فاوض اللاعب هو نادي الاتحاد، بقد ما كان اللي فاوض اللاعب هي اللجنة اللي تجيب اللاعبين، أو اللي كانت تساعد الأندية أنها تجيب لهم لاعبين. فاوضته وأخذت موافقة وردت على الاتحاد، والاتحاد وافق مع مدرب النسانت وجاء اللاعب له. يعني ما كان قرار من الإدارة بقد ما هو عرض عليها موافقة. ترى نفس الكلام ترى على إليجري عرض على الهلال والهلال رفضه. وبرضو إليكس تيليس الظهير الأيسر ما كان النصر يفكر فيه، ولا حتى كاسترو كان يفكر إنه يتعاقد مع ظهير أيسر. بس لما عرض عليه برضو من اللجنة قال خلاص جيبوه ومشوا كلهم. فكثير من حتى مورينيو برضو كثير من الصفقات هذا الموسم، وخصوصا بداية الميركاتو كان في شوي حوسة، كان كل يفاوض يروح ويجي. وكان اللجنة اللي تفاوض باسم كل الأندية، وما في نادي معين في بالهم. يعني عادي يفاوضون كم مدرب، طيب بلعب مع مين؟ ما يدري مدرب يلعب مع مين. فكان في لخبطة بحكم انه كانوا يحاولون يسابقون الزمن، ولأن الوقت ضيق في ذاك الوقت قبل ما تنظم العملية تقريبا في منتصف. قبل ما تهدى الامور وتنظم اكثر، وفي صفقه صلاح البي بي سي كانت تتكلم في 10 مفاوضين كانوا في بريطانيا على اخر ايام الميركاتو، بعضهم من الصندوق وبعضهم من وزاره السياحه وبعضهم من وزاره الرياضه، لان مثل هذه العقود الكبيره، يعني اللاعبين مثل صلاح، نيمار، بنزيما، رونالدو، هاللاعبين ذولي عقودهم داخلها عقود تخص السياحه، تخص الرياضه، تخص امور اخرى شاملة قيمة العقد. ويقال مثل هذه الصفقات الضخمة والكبيرة هي ليست من ميزانية الأندية في صفقاتهم مع الميركاتو، لا، هذه خارج ميزانية الأندية، لأن داخل العقد عقود وبنود مثل الترويج للسياحة على سبيل المثال، مثل عدد معين من التغريدات وغيرها من صياغة العقد.